السلام عليكم. طبعا انا اهلاوي، ولكن بحب نادي الزمالك لان نادي الزمالك كيان كبير، واحنا قبل كده في حلقه قلنا ان نادي الاهلي رقم واحد في مصر وفي العرب وفي افريقيا، وده اعتراف المفروض الكل يكون مسلم بيه. ولكن انا عايز اقول على حاجه بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك كيان وليس اشخاص. نادي الزمالك كيان كبير، مش هيقف على شخص على اتنين، مش هيقف على حتى الجمعيه العموميه، لانه كيان له جماهير داخل مصر وخارج مصر. فاللي انا عايز اقوله ان النادي مش هيقفل ولا حاجه، لان النادي مش هيقف على شخص. ان الصفقات اللي بتيجي مش الاشخاص اللي بتجيبها من جيوبهم. الامور والمناظر الجميله اللي بنشوفها في نادي الزمالك مش بتيجي، مش كل واحد بيجي بيصرف من جيبه. فاللي انا عايز اقوله ان نادي الزمالك مش هيقع، نادي الزمالك هيقف على رجليه. نادي الزمالك فريق كبير، ولكن هو الكلام الكتير في الامور دي هو اللي ملوش لازمه. بكرر تاني لجماهير نادي الزمالك العظيمه، نادي الزمالك مش هيقف على اشخاص. نادي الزمالك مش هيقف على اشخاص. نادي الزمالك كيان كبير، ولكن على كل من يترأس او يكون في مجلس الإدارة أو في الجمعية العمومية لابد من لغة الضمير. لازم الضمير، لازم الحب للنادي، لازم الحب للكيان وليس للأشخاص. وانتوا كلكم كجماهير نادي الزمالك عارفين الدنيا ماشية عاملة ازاي. ده بالنسبة لنادي الزمالك. وبفكركم تاني يا جماهير الزمالك، يل انتوا مننا واحنا منكم كجماهير النادي الأهلي، لن يتوقف نادي الزمالك عند اي شخص. طبعا ربنا يوفق باذن الله ويطلع من المحنه اللي هو فيها. نرجع بقى للنادي الاهلي. قابلني شخص عزيز عليا بيقول لي انت ماسك الاهلي عمال تمجد في الاهلي، هو الاهلي حزب وطني؟ طبعا يا جماعه لازم تفهموا ان الاهلي لا حزب وطني ولا له علاقة بالسياسة. النادي الأهلي منظومة ربنا سبحانه وتعالى يعني ما أنعم بيها على القادة اللي بيمسكوها من تاريخ 1907 حتى تاريخ اليوم 2023. فهي دي النعمة اللي ربنا اداها للنادي الأهلي، زائد جماهيره. لما الاهلي، لو افكركم، لما الامور الكرويه انحدرت بعض الشيء، كله طلع ينادي بتغيير. بعض الناس طلعت تنادي بتغيير الاداره وان ده ما ينفعش والكلام ده. ما يعني الجماهير والكيان ما بيقفش على اشخاص، ولكن النادي الاهلي ربنا انعم عليه بالفكر الجيد. الجميع بيتكاتف. في اقليه، في شواذ في المنظومه، ان في ناس بتطلع احيانا يقول لك النادي الاهلي اكبر مفسده في مصر، وهو بالرغم ان هو بيبقى عارف ان هو المفسده الاولى والاخيره يمكن في تاريخ مصر. ولكن احنا بنقول ان النادي الاهلي غني بابنائه اللي بيبنوا ما بيهدوش. النادي الاهلي غني باستثماراته، بالدخل اللي بيدخله من كل مكان. طبعا انت بتتكلم في 4 فروع دلوقتي. فالقصه كلها تعمل الفوارق ما بين النادي الزمالك. معلش متاسف جدا لجماهير الزمالك اللي انا بقول كده، بتنتمي لاشخاص ومش فارقه معاهم النادي يبقى كويس ولا مش كويس. لا، لازم الانتماء للكيان. ارجع واقول ان النادي الاهلي نادي بيتمتع بالفكر وبالمبادئ وبالتطوير، وده حقيقة، والله دي حقيقة. بيتمتع بأنه النادي الوحيد في مصر اللي بيقدر يستثمر، اللي بيقدر يجيب صفقات كويسة، اللي لو ضاعت منه بطولة بيلف حوالين نفسه وبيجي عند نقطة عايز البطولة دي ترجع تاني النادي الأهلي. ولا انتوا مش معايا في الكلام ده؟ ده انتوا اكيد معايا. فالنادي الاهلي نادي بيقدر ازاي يفوق بسرعه من اي وقعه بيوقعها. هو ده الفرق اللي بين النادي الاهلي وباقي الانديه. عايز اقول ان النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب مباراه كبيره جدا، وربنا يوفقه مع الترجي باذن الله، ويرجع ان شاء الله فايز ويصعد من القاهره باذن الله. نشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.